تخيل انك كل مرة بتتعذب لما بتكذب. دراسة في جامعة امريكية اكدت الكلام ده حرفيا. في مثل بيقولك الكذب ملوش رجلين، وفي ناس لما بتكذب بتتفضح من اول جملة، وفي ناس دماغهم بتفضحهم قبل ما يتكلموا اصلا. في سنة 2002 جامعة برينستون الامريكية قالت يلا نحط الكذابين تحت الميكروسكوب ونشوف جوه دماغهم ايه اللي بيحصل. وانا جاي اقولك دلوقتي يا صاحبي، الكذب طلع مش ببلاش، يكلفك كهرباء دماغية ومجهود نفسي وكرسي في النار. تخيل انك كل مرة لما بتيجي تكذب مخك بيشتغل اضعاف الطبيعي. العلماء خدوهم وعملوا تجربة بجهاز بيقيس نشاط المخ. العلماء اكتشفوا ان دماغ الكذاب بيشتغل في مناطق معينة اكتر من الصادق، خصوصا القشرة الجبهية الامامية ودي مسؤولة عن التخطيط، والقشرة الحزامية الامامية ودي بتقولك اوعى تتلخبط. ليه بقى؟ عشان الكذاب محتاج مجهود، يعني عامل لنفسه مسلسل كامل جوه في دماغه. الكذاب بيتأخر في الرد وعينه بتزوغ وبيهرش وبيتوتر، يعني كده جسمه بيقولك بيكذب لكن بيحاول يقنعك انه صادق. يعني خناقة ما بين الجسم واللسان، وده اللي اسمه عند العلماء كوكاند فلود، يعني حامل المعرفة. كل سنة بتعدي بيكون تحت ضغط رهيب. الكذاب مش سهل زي ما كل الناس فاكرة، ده بيتعب. ودراسة برينستون اثبتت ان الكذب بيكشف نفسه حتى لو صاحبه لبس وش حقيقي. والاخطر كل ما بتكذب اكتر مخك بيتعود بس بيضعف. يعني ببساطة لما تلاقي حد بيرد عليك وهو بيزوغ من نظراتك وبيتكلم ببطء وعرقان، ما تتعبش نفسك، مخه بيقولك الحقيقة حتى لو لسانه بيكذب. واللي عرفناه من برينستون ان الكذاب بيتعب بس مش بيخس. فخليك صريح وريح مخك، وابقى بصله كده وقول له اطمن يا نجم، العلم في حتة تانية بس انت الكذبة بتاعتك في حتة تالتة. وفي النهاية لو عجبك الكلام دوس لايك واشتراك وشارك الفيديو وخلي العلم يوصل لكل حد دماغه سخنت من الكذب. ما تنساش تصلي على النبي. سلام.